اهلا بيكم مره تاني في البلكونه. واحنا دايما في البلكونه بناخد تعليم المسيح وبنفكر ازاي نعيشها في حياتنا العمليه. الموضوع بتاع النهارده موضوع صعب، هو موضوع الاضطهاد. ومعايا صديق جميل، شخص مؤثر جدا وانا بستمتع بيه شخصيا وبستمتع بالحاجات اللي بيكتبها وبشوفها ليه. ديفيد ويسل. ازيك يا ديفيد؟ انا مبسوط قوي ان انت معايا النهارده او ان انا معاك النهارده ومتحمس تحديدا للموضوع ده. اوكي. لانه يعني لما تسال حد مثلا عايش حياته كلها جوه الكنيسه او في الخدمه عن الاضطهاد، ممكن ما يبقاش مجرب قوي. ايوه صح. بس انا وانت عشنا سنين طويله وانت ما زلت، يعني انا بطلت في شركات وفي العالم وفي وسط الناس. حسيت بايه لما قلت لك تعالى نتكلم عن الاضطهاد؟ يعني انطباعك كان ايه؟ يعني انا بحس من اكتر الحاجات اللي بتفرق معايا في الخدمه عامه ان اكون بتكلم بطريقه عمليه. فمن اكتر الحاجات اللي يعني بيبقى صعب على اي حد يتكلم فيها بطريقه عمليه هي الحاجات الوجع والالم صح. يعني في الحاجات دي الواحد محتاج تدخل اكتر من ان هو محتاج حد يقول له حاجات. صح أوي. بس كمان انا بثق انه حاجه من ضمن الحاجات اللي بتعلمها ولازلت يعني انه الافكار والذهن والطريقه اللي بتعامل بيها مع الواقع بتفرق كتير في نتيجه تاثيري فيه وتاثيره عليا. صح قوي. فانا في وقت الوجع صحيح محتاج حد يكون معايا، بس كمان محتاج اشوف الواقع بطريقه صح. محتاج عندي كأن عندي خلفيه فكريه، عندي مبادئ كده. بسميها بطريقه الكتاب تجديد الذهن، اني بشوف الواقع بطريقه الله. فده بيساعدني وقت ما بقابل الألم أو الضيق أو بتعامل الاضطهاد معاه بطريقه صح، بتعامل معاه بصح. يعني هو مفيش مفر منه، مش هنضحك على بعض. يعني الالم ده جزء من حياتنا كلنا بغض النظر عن مسماه بقى اضطهاد مش اضطهاد. فكل ما كان عندنا فهم صح لله وفهم صح لطريقه رؤيه الله للوضع، كل ما كان عندنا طريقه افضل للتعامل مع ظروفنا اذا كانت اضطهاد او الم او غيره يعني. اوكي. فالالم مفيش مفر منه، والاضطهاد تحديدا بقى واضح انه العهد الجديد بيتكلم كتير قوي على الفكره دي بالظبط، حتى ان كان بدرجات متفاوته بس موجود يعني. اوكي. طيب خليني اقرا معاك النصين اللي هنحكي فيهم النهارده او اقراهم مع الناس اللي بتتفرج علينا. فالاثنين موجودين في متى 5. الجزء الاخير من التطويبات بيقول الكلمات دي، بيقول: طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. وبعد كده في عدد 38 بيقول: سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا، ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه 2، من سألك فاعطيه، ومن أراد أن يقترض منك فلا ترد. كلام صعب. ايه اللي نقدر نقول عليه اضطهاد يا ديفيد؟ انت قلت في درجات وفي مراحل، وبصراحه انا هقول لك بصراحه احساسي ان احنا كمسيحيين بنتربى عندنا عقده كده، يعني اللي هو احساس بالاضطهاد مرات ما بيبقاش حقيقي. يعني مرات يقول لك انا مسيحي وانا مضطهد، ويبقى واحد مثلا في شغله مش شاطر فما بيترقاش عشان مش شاطر، فيقول لك انا هم مضطهديني مثلا يعني. والامثله كتير قوي قوي. او يقرر انه يهاجر ويروح يقول انا مضطهد، وهو يعني مثلا في المدرسه اصحابه قالوا له مش نلعب معاك عشان انت مسيحي مثلا. فعشان نميز بجد ايه اللي يقصده الكتاب بالاضطهاد، امتى اقول انا مضطهد؟ اعتقد هو الرب يسوع يعني خلصها في جمله، بيقول ان قالوا عليكم كل كلمه شريره من اجلي وكاذبين. حلو قوي. فاقدر الخص الاضطهاد انه كل حاجه انا كمسيحي بتعرض لها عشان سببين: لاجل اسم المسيح، يعني حاجه تخص المسيحيه، وكمان بيقولوا عليا حاجه مش حقيقيه. يعني ما ينفعش انا اكون مثلا منافق وكذاب وغشاش في شغلي، او اني بنقل كلام، او ان انا ما بشتغلش بس مثلا براضي مديري، او بعمل اللي بيقولي مديري بغض النظر ده في مصلحه الشغل ولا لا، وبعدين بصوره ما لو حد اكتشف ده وعاقبني او ما كافئنيش فاقول ده بيضطهدوني. لا، ما يعني مش كده خالص. لا، ده كده مش كاذبين، هم بيقولوا حاجه حقيقيه، مش من اجل اسمه بقى دي، يعني لان انا اساسا يعني استاهل. بالظبط. جميل. فدي حاجه اللي هي لا يتألم احدكم كفاعل شر. بالظبط كده، كسارق او كفاعل شر، اللي هو زي اي حد بيتألم يعني. بالظبط. او على الاقل مفروض يتألم لاجل ده. يعني الحاجه الوحشه احيانا بتكافئ عند الناس، بس ما بقاش انا بعمل حاجه وحشه ومش بكافئ واقول اصل ده احنا اضطهاد يعني عشان انا مسيحي. فدي مش حاجه حقيقيه. فاللي يثبت اقدر اقول انا مضطهد لما يكون لاني مسيحي وبيتقال عليا كلام مش حقيقي، ولاني بعمل اللي عليا. انا بعمل اللي عليا، ببذل كل جهدي وبكون في منتهى الامانه اذا كان في شغلي او في ايا كان المجال اللي انا فيه. يعني مش عايز برضه احدها في الشغل، بتكلم في اي حاجه طبعا. لكن لانه انا مسيحي
بيوقفوا لي اللي انا عايزه او مش بيكافئوني بسبب بس ان انا مسيحي، مع اني مجتهد وامين وكل حاجه. او لو مش بتكلم عن شغل، لو انا مثلا بقدم ورق في مصلحه ما حكوميه ومخلص كل الورق، وده اكيد غالبنا يعني اغلبيتنا بيعمل كده، بس الشخص لمح اسمي او لمح صليب على ايدي، صليب انا ما اقدرش اقول انت تعرضت لده، لانه انا ما فيش صليب على ايدي ومش محتاج يبص يقول لي اسمك مثلا ديفيد ايه، فهو ديفيد باينه. انا ما اقدرش ادعي ان انا اضطهدت قبل كده يعني في مصلحه حكوميه لاجل اسمي، بس لاجل اسمي قصدي يعني عشان خاطر اسمي ديفيد. بس قصدي اقول انه لو انا مستوفي كل الشروط بس الراجل ستيل عايز يوقف لي الدنيا لمجرد ان انا مسيحي، فساعتها اقدر اقول ان ده نوع من انواع الاضطهاد، وان كان طبعا ده ممكن يبقى الدرجه الاولانيه، ويعني ممكن توصل لحاجات اكتر بكتير بقى. بالظبط كده. كنت تقصد ايه لما كنت بتقول الاضطهاد ده درجات؟ يعني مثلا ما اقدرش اقول انه شخص مسيحي بيتعرض لاذى جسدي، او ناس بتتهجم على بيته زي ما بيحصل مثلا عندنا احيانا، او بيتحرق له حاجه زي الدكان بتاعه مثلا، اقول ان هو بيضطهد زيي. يعني انا ما تعرضتش، يعني انا ممكن اكون بضطهد في الشغل مثلا احيانا، هفترض ان ده بيحصل معايا كمسيحي، انه مش بترقى مثلا مع اني مجتهد مثلا، ده اضطهاد لاجل اني مسيحي، واضطهاد كاذب. صح. أنا بس مش زي اللي بيته اتحرق واتهجر واتطرد يعني قصدي اقول قدر الخسائر مختلف تماما، حتى لو كان تحت نفس المسمى او تحت نفس الدافع انه اضطهاد، بس نتيجته لا مختلفه على ناس كتيره، فما اقدرش اساوي نفسي بيه انه انا مضطهد وهو مضطهد، بس لا هو بيعني اكتر مني بكتير. طب معلش هاخد خطوه ورا. ناس كتير قوي في المجتمع، في كل المجتمعات مضطهدين. فكان لسه قريب في امريكا موضوع السود واضطهاد السود مثلا، يعني في بلادنا ممكن يبقى في اضطهاد لاسباب كتيره جدا، وفي تمييز ضد فئات معينه. ليه انا بقى بالذات كمسيحي مدعو اني افرح بالاضطهاد؟ يعني افرحوا وتهللوا. اوكي. دي بوينت مهمه قوي، عايز بس اركز عليها، انه الاضطهاد ده مش حاجه انا بقى داخل العالم يعني فاتح بقى صدري ومبسوط وفجاه بقى راحوا مضطهديني. أوكي. دي حاجه اوريدي المسيح كان قايلها، يعني حاجه انا متوقعها، مش مفاجاه. الخذلان عاده بيجي، او اللي هو الصدمه من ان انا كنت متوقع حاجه وما حصلتش، بس هو اساسا هو المسيح لم يدعونا الحياه مريحه. فهو قال مثلا في العالم سيكون لكم ضيق مثلا، فانا داخل العالم وانا متوقع ده. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، بما اني داخل العالم بتوجه مسيحي، يعني الفكر بتاع الملكوت في بالي، انا داخل عشان اخدم الله، فانا بخدم الله في شغلي، انا بشتغل بامانه وكل حاجه، بس انا بعمل ده في دافع جوايا وانا بشغله، ان انا عايز اعلن اسم المسيح، مش ان هم يسقفوا لي وبس. لان رب يسوع قال للتلاميذ في الموعظه على الجبل: يرى ناس اعمالكم الحسنه فيمجدوا اباكم، مش يسقفوا لكم انتوا. وكأن الناس بصوره او باخرى، ودي مش متقاله في الايه، يعني ملازقنا في الله، يعني اللي احنا بنعمله بيروح له. فهم فاهمين ده. على الجانب الثاني في رومية 2 مثلا، رسول بولس بيقول انه اسم الله يجدف عليه بين الامم بسببكم. فانت كأنك شايل الاسم ده، عملت كويس انا شايل الاسم، عملت وحش هيجدفوا يعني على، من اخر شئت ام ابيت، اللي انا هعمله هيروح لله بطريقه او باخرى. يا اما هيباركوه يا اما هيجدفوا على اسمه. ماشي، احنا لازم نطلع فاصل، فهنطلع فاصل ونرجع نتكلم تاني عن ليه مطلوب مننا او مدعوين اننا نفرح في الاضطهاد. نشوفكم بعد الفاصل. مكتوب: طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم. إيه هو الاضطهاد؟ المسيحية هي طريق الحب والفرح والسلام. ليه في اضطهاد؟ ومين اللي بيضطهد؟ وبيضطهد مين؟ لو إحنا في مصنع، هل ممكن عامل مهمل وكسلان يضطهد عامل ملتزم؟ طبعاً ممكن، لأن الفرق في الإنتاج هيفضح العامل الكسلان. إحنا لما عرفنا المسيح بقى لينا إننا نكون صالحين زي أبونا السماوي، وبنكره الفساد ونوبخه، وده مش في صالح الفاسدين طبعاً. لو جينا نفسر الآية هنلاقي مين اللي بيعيرنا؟ الفاسدين الكذابين. طب احنا مين؟ احنا التابعين للمسيح اللي بنحب الخير زيه. طب ايه صفاتهم؟ صفاتهم انهم كذابين. طب ليه كذابين؟ لانهم مش بيحبوا الحق، لان الشر ساكن فيهم، وخايفين من ظهور واعلان الحق اللي هو يسوع المسيح، فبيحاولوا يقضوا على اتباع المسيح، لاننا بنمثل رسالة المسيح على الارض، رسالة الحق والمحبة. حتى لو ما عملناش حاجة، الحق ساكن فينا، والحق نور، والنور بيبدد الضلمة ومستحيل نخفيه. زي ما قال يسوع: أنا هو نور العالم، وقال كمان: أنتم نور العالم. لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل. الاضطهاد بيشهد إننا لينا طبيعة وسكة مختلفة، كمان بيشهد إننا مؤثرين.
بيكم مرة تاني في البلكونة وبنتكلم في موضوع ساخن هو الاضطهاد، ومعايا صديقي ديفيد دويس. ديفيد كويس، أنا كنت بسألك ليه إحنا مدعوين نفرح رغم الاضطهاد، وأنت قلت إحنا بنحمل اسم المسيح، فلما بنعمل حاجة كويسة إحنا بنشاور عليه أو بنعملها بهدف إننا نمجد اسمه، ولو عملنا وحش برضو بنهين الاسم ده. لسه ما فكتليش الموضوع. أنا عايز أجاوب على السؤال ده بطريقة مباشرة. الفعل بيكتسب قيمته من الهدف اللي وراه. بمعنى انا مش بقول ومش بدعو المسيح انه يفرح وهو بيضطهد، وكاني الاضطهاد في حد ذاته مش هو اللي فيه قيمه. لا مش هو، مش كده خالص. احنا مش ناس بنتلذذ ان احنا بنتعذب، يعني ده مرض. لكن عشان اشبهها بطريقه يعني متداوله اكتر في مجتمعنا، لما في عسكري او ضابط بيحارب لاجل بلده وهو بيعمل ده، هفترض انه اتاخد في الاسر، اتصاب او اتاثر وتعذب. الراجل ده بيبقى في الأسر وهو بيتعذب مبسوط، مش من الألم بنفسه لكن اللي وراه، السبب اللي هو عشان هو بيحصل فيه كده لأنه أمين، لأنه شريف، لأنه شجاع، لأنه بيحب بلده، لأنه عمل المجهود ده عشان خاطر يحمي ملايين من اللي كان هيحصل له ده. وده بيديله دافعية وحافز بيخليه يستحمل الألم ده، يستحمل ده. بس اللي عايز أقوله إنه بيدي للألم معنى. جميل قوي. فالألم هيفضل ألم، مش بيتغير، وهيفضل هو بيتوجع، بس لما الألم بيتحط في سياق أكبر اللي هو الدافع اللي خلى الشخص يتحط في الألم ده، هو ما رماش نفسه فيه، هو كان هدفه إنه يدافع عن بلده، بس لأنه اتأثر فبقى يتعذب، بس لأنه الألم محطوط جوه سياق إنه بيدافع عن بلده فاكتسب معنى أقيم وأكبر من إنه مجرد وجع. أنا عايز أرجع خطوة لورا لأنك قلت جملة مهمة قوي، الألم هيفضل ألم، وبالتالي هي مش دعوة لأنه الشخص اللي بيضطهد يبقى متبلد المشاعر أو يستقبلها يعني كده وكأنه هو مش إنسان بالزبط. فأنت لو متألم لأجل المسيح أو متألم أو مضطهد، أنت من حقك تتوجع، من حقك تبقى متضايق، وإحساس الظلم يعني تبقى حاسس بيه، ما تبقاش يعني أنا بفتكر رسول بولس شخصيا إنه اللي كان بيقول لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ولكن أن أبقى في الجسد ألزم من أجلكم، يعني ده أفيد لكم أن أفضل معاكم. هو شخصيا اللي نفسه يعمل كده، قال إنه إحنا تثقلنا فوق الطاقة حتى يئسنا من الحياة أيضا. يعني أنا خلاص من كتر التعب يئست من العيشة نفسها. واقعي جدا وإنساني كونه جدا. عايز ينطلق ويكون مع المسيح، ده ما لغاش انه حابب يكون في الجسد عشان خاطر يخدم الكنيسة، وما لغاش انه في وسط كل ده متوجع ومتألم، وحتى ان هو زهق من الحياة نفسها. لكن زي ما انت قلت فرحان لاني بعمل ده لسبب يستاهل. وكأننا بنقول الألم موجود في العالم كله، حتى الاضطهاد موجود لفئات كتير مختلفة، لكن السبب اللي عشانه بنتألم يخلينا نفرح اننا بنتألم. بالظبط كده. سؤال بقى صعب شوية، ليه اصلا ربنا رسمها كده؟ يعني ليه الاضطهاد؟ يعني ليه؟ انت قلت في الاول انا ما نعتبرش كمسيحيين ان الاضطهاد مفاجأة، هو بيقول في العالم سيكون لكم ضيق، وقال هتضطهدوا وهيجركم يعني ليه اختار السكة دي؟ ليه رسم لنا الشكل ده والطريق ده؟ خليني يعني احاول على قد ما بقدر يعني وفاهم الكتاب اظبطها شويه. الموضوع مش انه ربنا يعني حط لنا قانون انه يا جماعه انتوا هتضطهدوا وانا عايز كده وهو ده الطريقه الحلوه، مش بالظبط يعني. ده جزء من الموضوع بس مش عايز اقوله بالطريقه دي. عايز اقول انه وجودنا في مجتمع، ومش بتكلم عن مصر او مجتمع العالم كله، وضع في الشرير اصلا مش الله اللي بيملك فيه بصفه عامه، احنا مش في السماء. ايوه. بيحتم علينا انه بصورة او باخرى احنا في مقاومة، في شخص عايز يقاومنا، في شخص عايز يقاوم الله في صورة ولاده، في صورة كنيسته، في صورة ابنائه. فهو بيقاومه، هو مش هيقاومه هو شخصيا، هو هيروح يمسك في ولاده. بفتكر رسول بولس في اعمال 9 لو انا فاكر صح، لما كان راح يضطهد الكنيسة، رب يسوع ما ظهر قال له كلام غريب، قال له شاول لماذا تضطهدني؟ هو رب يسوع. فبولس فهمها في لحظة انه اذا الكنيسه دي تخصه، اذا هم حته واحده. صح. فبيقول له يا رب انت يعني هو انا عملت ايه بالظبط يعني؟ وبعدين لما اكتشف ان هو رب يسوع قال له ماذا تريد ان افعل؟ فالرابطه دي بتقول لي انه انا بما اني بنتمي للرب يسوع اللي هو اساسا عايز يشد العالم ناحيه حاجه مختلفه عن اللي بتحصل فيه، وعايز يسترده تاني، وده معنى الفداء. عايز يقتنسه من فخ ابليس، عايز يقتنسه من فخ عبوديته نفسه، هو اللي عاداته وتقاليده وخطاياه وكل اللي احنا عايشين فيه ده من انانيته، عشان يقتنسوا من ده في مقاومه. اوكي. ولانه ما اقتنصناش بمعنى ان احنا بقينا مؤمنين راح واخدنا للسماء، لكن بقينا مؤمنين بس فضلنا في الارض،
وكأنه الدعوة مش ان احنا السماء، او بمعنى اصح المسيح ما جاش عشان ياخد المؤمنين للسماء، على قدر ما كان انه كان عايز السماء هي اللي تقتحم الارض وتشكل الناس باخلاقيات السماء ويفضلوا في الارض. رائع. فانت اللي بتقوله يا ديفيد انه الاضطهاد مش هو الهدف، الاضطهاد هو المقاومه اللي هتيجي وانا بحاول احقق الهدف. الهدف ان هي الرحله الطبيعيه وانا بحقق الهدف اللي انا موجود لاجله. اوكي. فلازم عشان احقق اهداف الله على عالم الله مش بيملك فيه، عشان اجيب ملك الله كاني بستدعي السماء للارض، فاللي ماسك الارض دي مش هيسكت. صح. يعني لازم يتخانق، فهيعمل ده فينا احنا. بالظبط كده. كويس قوي. جميل. طيب انا عندي اكتر وعايز اسالك اسئله كتير، بس خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع تاني نشوفكم مره تانية وكملوا معانا بعد الفاصل. اهلا بيكم مره تاني في البلكونه ومكملين كلامنا عن الاضطهاد. ديفيد انت كنت بتقول المسيح ما كانش عايز ياخدنا من الارض للسماء، لكن عايز من خلالنا يجيب السماء للارض. بالظبط. بقف قدام بقى الجزء التاني اللي احنا قريناه من شويه، اللي هو لا تقاوموا الشر بالشر، من لطمك على خدك الايمن حاول له الاخر ايضا، واللي عايز منك. وبتعجب يعني بقول ازاي ده يؤدي الى انتصار ملكوت الله؟ يعني حرب بقى، فاحنا داخلين ايه عايزين ننتصر وكده. ازاي يبقى الانتصار بان اتضرب واسكت؟ ازاي الانتصار يبقى بانه يتاخد مني حاجه فدي كمان زياده عليها حاجه تانية، اني يسخروني ميل فروح ميل؟ يعني ازاي ده يؤدي الى انتصار ملكوت الله؟ اوكي، خليني بس يعني اعدل افتراض في السؤال. الافتراض بتاعي انه علشان اجيب ملكوت الله فانا هتضرب واسكت، يعني ده افتراض مش هو قوي الايه. انا هقدم شرح ليها بس يعني الافتراض ده شويه يعني مش هو بالظبط. كويس. بس انا عايز يعني الفت نظر نفسي ونظر كل واحد بيسمع لفكره. انه محتاج قوه اكتر، الانتقام اني ارد الضربه بالضربه ولا ان انا افاول؟ يعني انا بتخيل، انا بتكلم هنا عن شخص في موضوع قوه، اوكي، مش بتكلم عن شخص في موضوع ضعف، لانه الغفران في موضوع ضعف ممكن يكون ليه اسباب كتير قوي غير ان هو شخص عايز يغفر. اوكي. أو ممكن يكون شخص مضطر، بس لو جات له الفرصه هياخد حقه. فانا بتكلم هنا بافتراض ان الشخص ده في موقع قوه، يعني يقدر ينتقم. حلو. ويقدر ما ينتقمش. حلو. فانا بتخيل انا لو انا عندي القوه دي، القوه المطلوبه علشان انتقم اكتر ولا الغفران؟ ما انتقمش. انا بدعي ان القوه المطلوبه للانتقام ولا حاجه. دي حاجه طبيعيه اصلا. انا جوايا حد اضطهدني، حد ضايقني، حد شتمني، حد كسر عليا بالعربيه، الطبيعي ان انا عايز انزل ادغدغ له العربيه. صح. ده مش محتاج حد يزقني عليه. صح. الحاجه الثانيه، انا مش محتاج اصلا وصيه الهيه عشان تقول لي انتقم، او عشان تقول لي المفروض تاخد حقك. ده طبيعي. صح. وكأنه زي لو خدت الآية اللي في الآخر بعدها بشوية عكستها، أي فضل لكم لو بتحب اللي بتحبك، ولو بتنتقم من اللي بيأذيك برضو أي فضل. ده الطبيعي أصلا. ده زي ما بقول لك كده، لازم تاخد نفس طول الحلقة. ما ده الطبيعي، أنت مش محتاج تعمل ده. بس عشان بقى تقرر إنك توقف الدافع اللي جواك ده، إنك تنتقم وتقرر تعمل حاجة مختلفة ناحية الشخص ده، دي محتاج قوة أكبر بكتير قوي من إنك تنتقم. أوكي. فدي أول حاجة. كويس. إنه أنا محتاج قوة للغفران أكتر بكتير من قوة الانتقام. جميل. الحاجة التانية، إنه يبدو إن أنا لو عايز أحقق ملكوت الله، وده معناه إني أكسب ناس لله، مش أكسب معركة ضدهم. أيوة. أنا محتاج أبقى بفكر دايما في الشخص الآخر كأولوية. يعني أنا هدفي الآخر، مش هدفي قضيتي إن أنتصر بيها عليك. حلو. لو أنا داخل حرب عادية بقى بين بلد وبلد، أنا مش فارق معايا خالص الموضوع إن أنا أكسب شخص. صح. انا داخل عشان اموت شخص. صح. داخل عشان احمي احمي ارض. فانا موضوعي القضيه مش الشخص. ايوه. بس رب يسوع لما دعا بطرس قال له انا عايزك تسيبك من صيد السمك وتكون صياد الناس. فانت قضيتك الانسان نفسه. بس برضه عشان لا يفهم صياد الناس دي حاجه وحشه. السمك لما حد بيصيده بيموت. لكن الانسان لما حد بيصيده هو بينتشل من ابليس، من الموت، فبيحيا. عشان بس ده الفرق، هو ما يقصدش هنا الصيد بمعنى الوحش. أيوة. فانا هدفي في المعركه دي اني اقتنس نفوس، فبعمل ده عن طريق الحب او قوه الغفران. هي دي قوه ملكوت الله كانك بتقول. بالظبط كده. انا عايز اقول انه الطبيعي اصلا لو انا عملت فيك حاجه وحشه، انا متوقع ان انت تقاوم ده او تنتقم ده. لما انا بلاقي فيك قوه اكبر من دي، وبلاقي ان انا شخصيا فارق معاك، ده بيخليني شويه افكر هو انت مين؟ هو ايه اللي بخليك متغير؟
انا نفسي اكون كده. بالمناسبه برضه عشان اقر بحقيقه، احنا كلنا فاهمين قوي كم الفساد والشر اللي حوالينا عامل ايه. انانيه، كذب، ظلم، نفاق، كل ما هو سيء. وكمان مدركين كم الفساد اللي جوانا. صح. انا مش بقيس نفسي كمسيحي بالمناسبه، هو انا المسيح قال لي ايه ومفروض اعمل ايه. انا بقيس نفسي بجد في الاختبار الحقيقي، هو انا لو توفرت لي فرصه اعمل حاجه وحشه وحاجه حلوه اختار ايه. صح. فانا مش بسقف مثلا للوصيه اللي بتقول احبوا اعدائكم، يعني مش هتفرق معايا ان انا هل اللي اقول احنا عندنا وصيه جميله اسمها احبوا اعدائكم. انا بيفرق معايا هو انا اصلا لو اتحطيت في موقف ان قدامي عدوي هعمل كده. يعني من الاخر الهي اللي اداني الوصيه عنده اصلا القوه انه يغيرني عشان اطيعها ولا لا؟ وهو ده الاثبات انه الاله ده حي وان الوصيه دي حقيقيه وتتعيش. بالظبط كده. لو انا داخل بالدافع ده انه زي ما الله اقتحم العالم وتجسد وانتصر على ابليس بالصليب واقتنس منه ناس، فانا داخل وانتصر بالصليب، وانتصر بالصليب مش من غيره، وكانه جميل. ساب نفسه للالم، مش قاوم الوجع ده زي لم ما يقاوم الشر بالشر. لم يقاوم الشر ودي الفكره الاساسيه. هو الكتاب مش بيدعونا احنا ما نقاومش الشر، لان الرب يسوع شخصيا قاوم لما الشر بس مش بالشر. بالظبط. رائع. جميل. فانا مش مدعو ان انا اسكت قصاد الشر، انا مدعو اني اقاوم الشر بالخير. بالظبط. والرسول بولس قال حاجه شبه كده برضو محتاجين نركز فيها. قال لا تشتركوا في اعمال الظلمه غير المثمره بل بالحري وبخوها. مش وبخوا اللي بيعملوها، وبخوا الاعمال، وبخوها بان انتوا تعملوا الخير، فكأنكم بحسب الرسول بولس تسكتوا جهالة الناس الأغبياء، وكأنه هو عايز يعمل حاجة شر وأنا بقاومها بخير، ففي حاجة بتقول بيعطل في نور. زي بالظبط ما الرسول يوحنا شاهد عن الرب يسوع في إنجيل يوحنا أصحاح 1 لما بيقول إنه هذه هي الدينونة، أن النور قد جاء إلى العالم. هو مجرد ما النور جه للعالم فضح الدينونة، مش إنه جه راح مسك الدينونة وماسك الناس بقى اللي وحشين وراح مكسر فيهم. فدي طريقة مختلفة شوية، أقوى من ان انا بس انتقم من الناس اللي عملت فيها حاجه. جميل قوي. احنا هنجري شويه عشان عندي سؤالين. السؤال الاولاني، لو حد زي حالاتي حاسس انه انا ما شفتش اضطهاد كتير قوي في حياتي، والكتاب المقدس بيتكلم بوضوح وهب لكم لا ان تؤمنوا به فقط بل ان تتألموا لاجله، وجميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. ده معناه ان انا عندي مشكله؟ انا بجد مرات بحس ان انا عندي مشكله. عايز اقول اجابتين بسرعه. الاجابه الاولى انه سياق الايات دي بيتكلم اوريدي عن وقت صعب كانت بتعاني فيه الكنيسه من ضيق، فهو اوريدي بيتكلم في حاله واقعه مش بيدعوهم ليها. الحاجه الثانيه، المسيح ما قاليش تعالى بقى تعالى خش لي في اي حته كده، انا عايزك تعمل اي حاجه عشان تضطهد. الموضوع مش كده. الموضوع انا الطبيعي بتاعي ان انا عايش بامانه وعايش للملكوت. قد اضطهد بطريقه واضحه وقد اضطهد بطريقه مش واضحه، يمكن انا ما اميزهاش. يعني انا مثلا عن نفسي انا كديفيد ما اقدرش اقول في حياتي ان انا تعرضت للاضطهاد لاجل اني واضح. مسيحي وانا عارف انا ده علشان انا مسيحي، ما اقدرش اقول كده. اتعرضت لبعض المضايقات بس ما اعرفش دوافعها. صح. لكن ده ما بيخلينيش اقول ايه ده، لا ده انا مش عارف دوافعها ولا لا، طب انا عايز اتعرض للاضطهاد، طب بقى اعمل حاجه زياده. لا مش كده يعني. حلو. بقى في دقيقتين بقى ديفيد قول لنا لو العكس، لو انا شخص مضطهد بجد، اضطهاد واضح وصريح لاني مسيحي لاني مؤمن، وبتألم من هذا الاضطهاد، اعمل ايه؟ عايز احطها بسرعه في سياق عملي. تخيل لو انت بتحب واحده جدا جدا وعايز ترتبط بيها، ولاجل انك ترتبط بيها في حاجات كتيره انت محتاج تعملها، زي مثلا انك تثبت نفسك لباباها ومامتها انك افضل من المتقدمين، او بيغلسوا عليك قوي فانت محتاج تستحمل الغلاسه دي، محتاج مثلاً تشتغل اكتر عشان خاطر تعرف تجيب اللي هم طالبينه. الحاجات دي بتوجع. صح. الحاجات دي بتؤلم. اللي بيخليك تكمل مش اللي بيخليك تستمتع بيها، اللي بيخليك تكمل تستمر في انك بتقاومها، انك عايز الهدف ده، انك بتحبها. وكأن الانتصار ده بيخلي كل ألم قدامه كأنه لا شيء. زي ما الرسول بولس بيقول انه خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. مش انه مفيش ضيقة، بس لما بيقارن الضيق ده بالهدف تحسه ولا حاجة. جميل قوي. فاللي بشجع بيه كل واحد بيضطهد، خليك فاكر أولا انت في إيد مين. رب يسوع قال في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. بفتكر آية غريبة في يشوع 1 لما رب راح ليشوع وقال له موسى عبدي قد مات. أيوة، طب نعمل إيه؟ قال له كما كنت مع موسى أكون معك. يعني موسى مات، أنا ما متش. الوضع دلوقتي أنت شايفه صعب، اللي عمل موسى هو أنا، واللي هيعملك هو أنا. فدي أول حاجة افتكر أنا في إيد مين. الحاجة التانية افتكر أنا شغال لحساب مين. أنا شغال لحساب الله. والحاجة الأهم إنه الرب لما قال لنا إنه تبعيته فيها تكلفة، وعدنا إنه هيتحمل معانا التكلفة، مش إنه هيسيبنا للتكلفة. افتكر آخر مثل في آخر دقيقة، الأب هو الشخص الوحيد لما بيدي نصيحة بيتحمل معايا نتيجتها، مش بيدي نصيحة يقول لي روح نفذها أنت وشيل نتيجتها. نفس الكلام عن الله، لما بيديني وصية هو بيكون معايا في تنفيذها، فهو هيتحمل معايا التكلفة.
لما بحط كل ده مع بعض اعتقد مش هيلغي الاضطهاد، لكن هيشدد ويشجع، وانه الله معانا وهيثمر بينا. واعتقد ده اقيم بكتير من ان احنا نفكر بس هو انا دلوقتي بعاني من ايه. شكرا يا ديفيد جدا، انا بجد استمتعت بالحلقه دي وحاسس ان في كلام كتير جميل اتقال. عايز اضيف على الحاجه اللي انت لسه قايلها حاجه انت برضو قلتها من شويه تاني، اكد عليها اننا مش مدعوين اننا نبقى سلبيين قصاد الشر. احنا بنقاوم الشر بس بنقاومه بالخير، فاحنا ايجابيين وفاعلين، مش طريقه مختلفه، مش سلبيين لكن ايجابيين، مش باننا بنقاوم الشر بالشر لكن بنقاومه بالخير. شكرا مرة تانية، شكرا ان انتوا تابعتونا في الحلقة دي واحنا بنتكلم عن تعليم الرب يسوع لينا. افرحوا وتهللوا، اجركم عظيم في السماويات. اشوفكم في حلقة تانية في البلكونة.